مساء الخير على صديقنا العزيز. محدش يطلب مني ان انا اراهن بحياة المصريين واخش في صراع عشان ادخل المساعدات لغزة. لو الاسرائيليين مش عايزين ما اقدرش. احنا ناس بندافع عن نفسنا بس، ما بنهاجمش حد. هل مطلوب من مصر تدخل حرب نتيجة التطورات اللي حصلت في القطاع دي؟ ابرز تصريحات السيسي خلال زيارته للاكاديمية العسكرية بمقر قيادة الدولة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة فجر يوم الجمعة، واللي التقى فيها مع الطلاب وجاوب على أسئلتهم بشأن الأحداث الراهنة. مهم قوي نشوف أسئلة الطلبة اللي هم ضباط المستقبل، ومهم كمان نشوف إجابات المسؤول اللي بيحاول يخدرهم ويروج ليهم سردية بتبرر تواطؤه وضعفه وعجزه عن حل المشاكل الداخلية والتأثير في الأزمات الإقليمية. خليني أقولك إن تساؤلات الطلبة ركزت على حرب غزة وكانت كالتالي: هل مصر بتشارك في حصار غزة؟ ليه بنعمل مناورات مشتركة مع أمريكا؟ وليه السفارات المصرية في الخارج بيتم حصارها؟ وهي حقيقة وجود فساد مؤسسي في مصر؟ إجابات السيسي اشتملت على بعض الاعترافات النادرة، زي إن مصر في عهده عاجزة وضعيفة وما تقدرش تدخل مساعدات لغزة بدون موافقة إسرائيل، اللي هي نفسها بتجوع غزة وبتشن ضدها حرب إبادة بقالها سنتين. يعني عايز يفهمنا إننا المفروض ننسق مع القاتل عشان ننقذ الضحية. السيسي كمان اعترف إن إسرائيل اخترقت معاهدة كامب ديفيد بتواجدها العسكري في محور فيلادلفيا وقصفها معبر رفح 4 مرات، رغم إن أحمد موسى وشلة الإعلاميين قعدوا شهور يقولوا لنا إن مصر ملهاش دعوة بمحور فيلادلفيا. لكن النهارده السيسي بيعترف إن إسرائيل اعتدت علينا وإن ردنا عليها كان الصبر وطولة البال، لأننا ناس بتدافع ما بتهاجمش، على طريقة هيكتور كوبر. وده يخلينا نسأل: ليه ما دافعناش عن معبر رفح ولا ردينا على خرق اتفاقية السلام؟ خلال فترة الحرب تم تدمير المعبر ده 4 مرات واحنا صلحناه. اذا عشان ادخل مساعدات لازم يسمح ليا ان ادخل المساعدات بالتنسيق مع الاسرائيليين. طب الاسرائيليين لو مش عايزين ما اقدرش. ما بنهاجمش حد. هل مطلوب من مصر انها تهاجم؟ لا، احنا بندافع عن نفسنا بس. اعترافات السيسي ما منعتوش إنه يردد مجموعة كبيرة من الحجج والتبريرات الواهية. مثلا الطلبة سألته: هو احنا محاصرين غزة؟ قام قعد يحكي قصص وحواديت عن القطاع اللي لما إسرائيل انسحبت منه في 2005 كان فيه 3 أطراف: السلطة الفلسطينية ومصر والاتحاد الأوروبي. بعدها بسنتين سيطرت حماس على غزة نتيجة فوزها في الانتخابات، وبقى فيه طرفين بس: مصر وحماس. ومن وقتها كان التنسيق شغال كويس حسب كلام السيسي، اللي دخل بعد كده في قصة تانية لما قال إن مساحة القطاع اللي بيطل على البحر المتوسط 350 كيلو متر مربع، وإن الحدود المشتركة مع مصر طولها 14 كيلو متر بس، وفيها بيقع معبر رفح البري. لكنه مش المعبر الوحيد الواصل لغزة، لأن في عدد من المعابر اللي بتربط القطاع الفلسطيني بإسرائيل زي معبر كرم أبو سالم. بالتالي من وجهة نظر السيسي المفروض المساعدات تدخل من المعابر اللي إسرائيل مسيطرة عليها، ومحدش يقول لنا ندخل حاجة من معبر رفح. مرة تانية السيسي عايز إسرائيل اللي بتقتل الفلسطينيين في غزة هي اللي تدخل لهم المساعدات. طبعا مفهوم إنه عايز يحمل إسرائيل المسؤولية عن غزة، وده أمر واقع، بس اللي هو مش قادر يفهمه إن العالم كله وخاصة مؤيدي فلسطين والمتعاطفين مع شعبها كانوا منتظرين دور أكبر لمصر الجارة والشقيقة الكبرى، دور يبدأ من الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وينتهي بالقدرة على إدخال المساعدات لسكان القطاع بأي وسيلة بدل ما نكتفي بالحياد. تخيل السيسي ختم كلامه بأنه قال: نزعل على الأشقاء الفلسطينيين؟ مفيش كلام. عايزين نساعدهم؟ أيوه، بس ده صراع ولازم ننتبه إن محدش يورطنا في حاجة. وبعدين طلب من الشباب إنهم يحفظوا الشرح الطويل بتاعه ده ويرددوه في كل مكان عشان الناس تفهم وما تلومش السيسي على تواطؤه وعجزه. إيه خطورة اعترافات السيسي الأخيرة؟ وليه قالها في الوقت ده بالذات؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. بس ما حدش يطلب مني ان انا اراهن بحياة المصريين واقول ان انا اخش في صراع عشان ادخل المساعدات
بالقوة. أهلا بيكم. السيسي كرر زيارته للأكاديمية العسكرية فجرا، وقال إن دي أفضل فرصة لأنه يوجه خطابه لضباط المستقبل والشعب المصري كله من وراه. بدأ كلامه بأنه شرح هدفه من الزيارة وهو الاطمئنان على أحوال الطلبة والبرامج التدريبية المخصصة ليهم. بعد كده اتكلم عن الهدف من الأكاديمية اللي افتتحها بمشاركة وحضور رئيس الإمارات محمد بن زايد في 2024، وهو بناء الشخصية المصرية. السيسي قال إن البنية اللي اتعملت مش بس مخصصة للجنود والضباط، لكن لإعداد كوادر يتم ضخها في كل مؤسسات الدولة. عشان كده المدرسين والمهندسين والشيوخ والأئمة وغيرهم بيخضعوا لدورات تدريبية هناك. السيسي بيشوف في الأكاديمية مشروع لنشر أيديولوجيته القائمة على الطاعة والولاء المطلق، وبيعتبر إن ده نوع من الانضباط والحزم اللي لازم كل الشعب يلتزم بيه. الدليل على كلامي هو إنه قال: إحنا عندنا هنا 10,000 طالب، لو سمعوا كلامنا وفهموه كويس هيوصلوه لأسرهم، يعني 100,000 شخص، وده معناه إن كل سنة هنوصل لعدد أكبر من المواطنين. كمان لما اتكلم عن كلية الطب العسكري اللي فيها 500 طالب، قال إن أهالي الطلبة دول كان ممكن يودوهم كلية خاصة أو أهلية أو حتى يسفروهم بره يتعلموا، لكنهم اختاروا الطب العسكري لأنه بيوفر 3 حاجات: تعليم، رعاية، حماية. طبعا يقصد الحماية من أفكار أهل الشر اللي بتبقى عايزة تفكر بشكل مستقل وبتشكك في سردية السلطة، وعندها القدرة على إثبات خطأها أو تحديها في بعض الحالات. كمان السيسي ركز على تأهيل المدرسين والمدرسات في الأكاديمية لأنهم بيلعبوا الدور الأبرز في تشكيل وعي الأجيال القادمة. تخيل يا صديقي إن اجتماعات السيسي لمناقشة خطط تطوير التعليم دايما بتشهد حضور الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، اللي البعض بيعتبره النظير العسكري للوزراء المدنيين أو رئيس حكومة الظل. رغم إن السيسي النهاردة بيقول إن مشروع بناء كوادر الدولة ده لو نجح مصر هتقفز بمعدلات نموها وهتكون في حتة تانية. بس احنا فاكرين كويس في سبتمبر 2023 لما السيسي برر الخطوة دي بأنها الفكرة الوحيدة اللي خطرت على باله علشان يعيد صياغة الشخصية المصرية ويزرع فيها روح الانتماء القومي من وجهة نظر، لدرجة إنه قال وقتها لو حد عنده فكرة تانية يا ريت يقول لنا. لكن أنا أعمل إعادة صياغة للشخصية، مش عسكر. عسكر إيه؟ الفكرة اللي جت هي دي. طب لو حد عنده أفكار أخرى يقول لي عليها وإحنا إيه؟ نعملها. طيب هل السيسي اللي عبر قبل كده بصراحة عن احتكاره وخوفه من التعليم الجيد ربنا هداه وبقى مهتم بتأسيس أكاديميات تعليمية؟ لا خالص، بالعكس. الراجل بيتكلم عن إعادة صياغة الشخصية، وكأن هدف العملية التعليمية هي إنها تطلع لنا نماذج خاضعة ومطيعة وعندها ولاء عشان تسمع الكلام بدون أي اعتراض أو تشكيك. الدليل على كده هو اقتراحه إن المدرسين اللي بياخدوا التدريب في الأكاديمية العسكرية يروحوا يشتغلوا في نفس المدارس مع بعض عشان اللغة بينهم تكون واحدة، وعشان محدش يسخر من أفكارهم، وكأنه عارف إن أي إنسان ما خضعش للتلقين الأيديولوجي عند ضباطه رد فعله الطبيعي هيكون السخرية من الأفكار دي. المجموعة اللي اتعلمت هنا بمدير المدارس يروحوا مدرسة واحدة مع بعض عشان نتكلم ايه؟ لغة واحدة. ما يبقاش انا بقول لغة مش الآخرين قد لا يكونوا مقتنعين بيها وقد يسخروا منها أحيانا. تخيل لما مدرسة بتخضع للتدريب في الأكاديمية العسكرية سألته عن الفساد ومحاربته، قال لها الأشرار مش عايزين مصر تكون بخير وسلام. طب يعملوا إيه؟ يشككوا في كل شيء، وهدفهم من كده إن الناس تقوم تولع في بلدها عشان يضيعوا حاضر ومستقبل الدولة لسنين طويلة زي ما حصل في الدول اللي جنبنا. طبعا إجابة غريبة وملهاش أي علاقة بالسؤال. يعني بدل ما يرد يقول لنا إننا كدولة ومؤسسات لازم نحارب الفساد بالطرق والأدوات القانونية، وإن أنت كمدرسة لازم تربي النشأة على المراقبة ورفض الغش والسرقة، لأ، قال لها اللي بيكشف الفساد أو بيتكلم عنه عايز يولع في البلد، وكأن مفيش وزير اتقبض عليه في عهد السيسي بتهم فساد ولا وكيل وزارة خرج من مكتبه متكلبش. لكن السيسي اللي اعتقل هشام جنينة عشان كشف فساد مالي بمليارات الجنيهات في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مش عايز حد ينخرب وراه هو وولاده واخوه وشركائهم العرجاني وصافي وهبة وغيرهم. عشان كده يبقى الأحسن إننا نقول إن اللي هيتكلم في فساد يبقى من الأشرار
اللي عايزين مصر تبقى زي سوريا والعراق. هقول لك الهدف ايه؟ ان الناس تقوم تولع في بلدها ويضيعوا حاضر ومستقبل الدولة لسنين طويلة. وشاءت إرادة الله، شاءت إرادة الله إن احنا نرى أمثلة حوالين مننا حتى يقيم ربنا علينا الحجة. خلينا أفكرك يا صديقي العزيز إن السيسي لما قال كلمته الشهيرة ينفع التعليم في إيه مع وطن ضايع، كان بيتكلم بوضوح إن بعض الدول العربية اللي حصل فيها ثورات نسبة الأمية فيها كانت قليلة جدا، وإن التعليم فيها كان جيد، لكن الأنظمة هناك ما قدرتش تصيغ الشخصية المطيعة دي. واتكلم إنه راح بنفسه يشوف تجربة التعليم في الإمارات، وقال إنه أكتر حاجة أدهشته هي تناغم الطلبة الصغيرين، أكنهم حاجة واحدة أو مكن مش بني آدمين. مثلا لما جه وقت الأكل كانوا ملتزمين بالانضباط الشديد والطاعة المطلقة، محدش فيهم اعترض على الكمية اللي خدها أو قال عايز زيادة، وهو ده بالظبط النموذج اللي السيسي عايز المصريين يبقوا زيه. ده محدش بيقول حاجة خالص، ده محدش بيعترض، محدش بيقول له طب زود شوية، أكن مكن، أكنهم كلهم حاجة واحدة. الكلام اللي اتعمل هو في الآخر صاغ شخصية تتسم بالتوافق مع زمايلها والانصياع للقيادة والتعاون وروح الفريق والانضباط الشديد. من أكتر الكلمات اللي كررها السيسي في الأكاديمية كلامه عن الشباب، باعتبارهم أغلى حاجة عندنا، وإنهم الأمل في مستقبل أفضل لمصر. وده الحقيقة خلاني أفكر لحظة كده في حال شاب وفتاة مصرية. الشاب هو إسماعيل الإسكندراني الباحث والصحفي المرموق اللي حصل على جوائز عديدة، واللي اعتقل واتحاكم في قضية عسكرية لفترة زادت عن 7 سنين بسبب أبحاثه الميدانية في سيناء، واللي واحدة من أبرز نتائجها كانت تقديراته لإمكانية اندلاع موجة عنف مسلح فيها، وتحذيره الحكومة من إهمال المنطقة وتهميشها. إسماعيل من ساعة ما خرج وهو بيحاول يلملم حياته على المستوى الشخصي والعملي، وأقصى حاجة بيعملها هو مشاركته بعض آرائه الشخصية على الفيسبوك. لكن السلطة اللي بتحب الشباب قوي شافت إن بعض كلامه مش مقبول، وراحت قبضت عليه تاني ورصت له لوكشة اتهامات معتادة. لو جيت تشوف البوستات اللي بيتحاكم عليها اسماعيل هتلاقيها كلام عادي جدا، بل المدهش إن جزء منها هو تأييد للسلطة الحالية، زي مثلا رأيه السلبي في الرئيس السوري أحمد الشرع، وكلامه الإيجابي عن بطولة رجال الحماية المدنية وقت حريق رمسيس. لكن يمكن أكتر حاجة ضايقت السيسي هو كلامه إن اللي بيحصل في غزة ده ما كانش هيحصل لو مبارك هو اللي موجود، أو حتى المشير طنطاوي اللي وصفه بإنه مقاتل على الطريقة الكلاسيكية. إسماعيل برضه ليه بوست تاني أكيد ضايق العرجاني، لأنه بيدافع فيه عن الناشط السيناوي سعيد أعتيق اللي اتقبض عليه واتهم بالانتماء للإخوان رغم انتمائه لحزب التجمع اليساري، وكل ده بسبب خصومة شخصية بينه وبين العرجاني. خلاصة الكلام إن باحث وصحفي مستقل عانى فترة اعتقال طويلة، السيسي قرر يرجعه تاني السجن بسبب شوية بوستات على الفيسبوك، وكأن الرسالة اللي بيوصلها للشباب: اسكتوا خالص وما تعبروش عن رأيكم، لا المؤيد ولا المعارض، اسمعوا الكلام وقولوا أمين وبس. أما الفتاة فهي شروق وفا، واحدة من أهم بطلات الشطرنج في تاريخ البلد، واللي رفعت علم مصر أكتر من 15 سنة وجابت لنا فوق ال20 ميدالية ذهبية. شروق أعلنت إنها مش هتمثل منتخب مصر تاني، وهتلعب باسم أيرلندا، وحكت عشرات المواقف اللي دفعتها لاتخاذ القرار ده. مثلا في كأس العالم نائب رئيس الاتحاد جورج سمير رفض يطلع للعيبة قرار وزاري، وسابها هي وزمايلها في مطار القاهرة مش عارفين يسافروا جورجيا لأنها محتاجة تصريح أمن، وما قدرتش تسافر غير لما غيرت الوجهة للسعودية وحجزت تذاكر على حسابها. وفي بطولة أفريقيا اللي شروق كسبتها 5 مرات كرقم قياسي، مدير البطولة كريم وجيه اللي مرة أجل ماتش عشان باباه ياخد صورة رفض تأجيل المباريات لما هي واتنين من زمايلها عملوا حادثة وتأخروا، ولولا وصولها قبل الانسحاب بدقيقتين كانت البطولة ضاعت منها. وفي بطولة الزون في نيجيريا لما تعبت وجالها تيفويد الاتحاد رفض يدعمها في أزمتها، ده غير إنها اتحرمت من المشاركة في بطولة كأس القارات لأن الاتحاد رفض يدفع 1000 يورو قيمة الاشتراك. شروق بتقول إنها كانت رافضة فكرة تمثيل بلد غير مصر، لكن الفساد اللي موجود حاليا خلاها تغير رأيها وتقرر تمثل أيرلندا، لأنها ببساطة فقدت الأمل في إصلاح المنظومة. المطلوب دلوقتي مش كلام عاطفي ولا اتهامات للبطلة المصرية بالعمالة أو عدم الوطنية، المطلوب تحقيق حقيقي ومحاسبة لكل مسؤول اتسبب في اللي وصلنا ليه، مش عشان شروق بس، لكن علشان الأجيال اللي جاية ما تلاقيش نفس المصير. الخسارة مش في إن شروق هتلعب لأيرلندا، الخسارة إن مصر سلمت بطلة زيها على طبق من ذهب
لبلد تاني. ده اللي بيحصل لشباب وبنات مصر اللي السيسي بيقول إنهم الزرعة اللي نفسنا نشوف ثمارها في المستقبل. وده الفساد اللي بيعشش في مؤسسات الدولة، واللي السيسي مش بس بينكره، ده بيتهم أي حد بيحاول يكشفه إنه من الأشرار اللي عايزين يوقعوا البلد. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية.